السلام عليكم. النهارده معاكم مطبخ اسماعيل. هنعمله عيش تركي باللحمه والجبنه. لحمه مفرومه كده وجبنه. معانا هنا كيلو دقيق، والمكونات بسيطه يعني كيلو دقيق، معلقه كبيره سكر، نص معلقه ملح صغيره، نص فنجان زيت، وميه دافيه للعجن. هنحط كله هنا على بعضيه، ومعانا خميره. مش هنحط خميره كتير، هنحط نص الباكو كفايه، او نص الباكو. ده نص فنجان زيت، معانا ميه دافيه، السلام هنعجنه. هو عليكم. بياخد له زي 10 دقايق مين عجن جاي كده. لي كول؟ يعني 10 دقايق عجن كده. لما بتعجني كويس، بتحسي ان العجينه طلعت معاكي من البلاستيكيه. هنحط يخمر شويه. بص احنا كده عجناها. بص بقت عجنتها طريه وجميله ازاي. عجنتها حلوه بجد. بصوا عشان عجنها كويس، واخده لها بتاع اكتر من 10 دقايق عجن. احنا كده هنحطها في ايه؟ هنحطها في بوله كده. هنلبسها كيس بلاستيك. ثانيه واحده. انا بدهنها بس زيت من على الوش كده عشان ما تقعدش تلزق فيها. بس اي كيس يعني، ده مثلا الكيس اللي كان فيه الدقيق، مفيش مشاكل يعني. مش شرط بقى في الثلاجه ولا اهو كيس عادي اللي كان مكانه الدقيق. هي احطها فيه كده واحطها في مكان دافي. هتاخد لها زي ساعه ولا حاجه، وهرجع لكم تاني. حط لايكات كتيرة قوي. وصلوا الفيديو ده 50,000 لايك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا لكم تاني بعد ما خمرت. هي كده خمرت، وكانت خمره جامد جدا، وماليه بتاع البوله. فضيناها. هنفردها دلوقتي عشان نقطعوها. هنقطعوها كده رغيفه صغيره عشان نعرفوا نفردوها ونتصرفوا فيها. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. امسك معاكي. صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. حلو كده. هنعملوها كده. هنعملها كورة. هنعملها كلها كور صغيره عشان نعرفوا الايه، نظبطوا خلصنا تقطيعه. قطعناهم هنا اهو. وغطيناهم بكيس مشمح كده عشان يدخلوا في الخمر تاني، عشان هما كده ايه. ودي شكل انا هعمله. بص بقت جميله ازاي، جميله بجد. عجينتها حلوه بص أوي. بص. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفردها بالنشابه. انا مكبراه شويه، ويعني عاملاه اكبر شويه عشان خاطر يبقى ايه، الرغيف ضخم كده. السلام عليكم. وحشتونا، رجعنا لكم تاني. وربنا يديم عليكم الصحة والستر إن شاء الله، وعلى المسلمين جميعا بإذن الله. وكل سنة وأنتم طيبين. النهاردة طبعا كان عندنا باقي يعني حتة لحمة كده مفرومة، فاحنا زودناها وهنعمله عيش ايه باللحمة قدامكم دلوقتي أهو على طول.
طبعا هي كانت قدمت العجينة بعد ما عملتها، اللي هو الحواوشي يعني. حط عليه الرغيف التاني قدامكم اهو. تملي التاني بيبقى من فوق انقص شوية كده يعني. هنبدأوا ايه نقفلوه زي ما انتوا شايفين كده اهي اهي. بيبقى شكل كويس. لا بس الله ينور، التقفيله حلوه قوي. برضه تحركوا الرغيف معاكم وانتوا واقفين، اه برضه تكملوها كده اهو كده اهو. ايه الجمال حتى ده. الشكل بيبقى حلو. بص اقربها لكم عشان تشوفوا التقفيله جايه ازاي، بس جايه بطريقه حلوه. اهي لفة تانية، خليك اهي نفس اللفة اهي 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 اهي. لما الرغيف يتقفل كده زي الفطيرة بالظبط اهي لا الله ينور، بسم الله اهي. ما شاء الله، الله ينور. اخر قفلة بقى شكله معانا. حلو قوي قوي تمام قوي. كده. ده اول رغيف اهو. تمام كده. في جبنة بقى، في ناس بتحبه بالجبنة من غير جبنة، وفي ناس بتحبه بالجبنة. على وش الجبنة كده على الوش. تمام. زي ما قلنا نقفله التاني. احنا قلنا تملي ايه اللي تحت اكبر شوية كده بنفس الطريقة. برضو هنقوم ايه بنفس الطريقة بتاعتنا كده 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 كده. ندوس على دي شوية، الشكل بيبقى حلو يعني. برضو هنلفه بايدينا زي ما احنا ماشيين. نقفله كده اهي. البرمة دي جميلة جدا على فكرة. ما تخلوش ايه لو في دهان ولا تخليش قولي معايا انت بقى. بس بصراحه انا بعملها، بس مش بعملها بالجمال ده، ما بتجيش معايا حلوه قوي كده، بس بعملها. يعني بتحافظ على اللحمة اه عشان اللحمه والجبنه لو والدهون ساحت ما اللي فيها، بتطلعش. اه والجبنة بعد ما طبعا احنا تسيح. حاطين فيها جبنه وحاطين فيها دهنه، فالدهنه والجبنه ممكن اه يسيحوا على فكرة ويطلعوا. احنا ممكن نجيبه 50 جنيه دي من الجزار امم البلدي نقطع حتت وبنستخدموها صغيره معانا. ونحطها في اللحمه. تمام كده. ده اه الرغيف التاني. دول الرغيفين هندخلوهم الفرن وهنطلعوهم بعد شوية ونرجع لكم تاني. ونرجعوا تاني. السلام عليكم. اهو العيش اهو بعد ما طلع من الفرن زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله، تمام. الله اكبر. الوشين على البوتاجاز على فكرة. في الفرن بتاع البوتاجاز اه. تمام. بص بدي التقفيله بتاعته انا كنت التقفيلة اهي. بتكلم عليها. على فكرة احنا شكلها اتكلمنا على حلو. الدهنة او اتكلمنا على حاجة زي كده تديله طعم يعني. بسم الله الرحمن ولما تيجوا الرحيم. تحطوه في الفرن يا جماعه ما تحطوش التقفيله فوق وهو لسه ني، حطوها من تحت يعني. قطع بمعنى قدامكم. ايه؟ يلا. بمعنى لما بتيجي تحط الرغيف ما تحطوش على الجنب ده اللي يبقى فوق، لا بنقلبه الناحيه التانية علشان خاطر ده يتقفل كده. بص بيتقفل ازاي، لو حطيناه من فوق هيبقى قطعتهم اهو زي ما انتم بسم الله ما شاء شايفين الله. ريحته جميله، ريحته اهو. جميله فعلا. تمام. الجبنه سايحه فيه والشكل حلو بجد. قطع برضو كده. بسم الله. اهو زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ريحه وشكل وطعم حاجه والتقفيل جامده. على كده يعني عادية. عندك الطبق اهو. بالشكل ده. اتفضلوا معانا.
تمام. هو الباقي كله اهو. لما بيبقى الرغيف كبير كده بيبقى حلو قوي قوي قوي. خلاص. ايه رايك يا سمسم في الحواوشي؟ حلو. جميل. بتحبه يا اسلام؟ بتحب تاكل الحواوشي؟ انت تكسفي؟ أيوة. ده اسلام بقى طبعا، بتحب الحواوشي يا بس؟ هو اللي طلبه. هو بيحب حاجه تانية كمان، بيحب الكشري جدا. ده صح يا اسلام؟ حقيقة.